يا ساتر. عامل ايه يا صديقي؟ ايه يا اسطى ينفع كده؟ انت ازاي مش بتحتسي القهوة ومش بتشرب المعلومات ولا بتتذوق ادب روسي؟ يعني انت ازاي عايش يا جدع؟ بجد ايه ده؟ انت شكلك مش مثقف. الله، ايه ده انت كمان مش بتقرا اصلا؟ ربنا يصبرك على الممالك يا ابني. فدي يا اخويا نبرة اي واحد بيقرا ويلاقيك مش بتقرا، فنحب نقول له روح شطافة. فصديقي يلي مش بتقرا، انا حاسس اني بذلك، مش عارف ليه. المهم، فصديقي انت صح، اصل اكيد بتقول لنفسك هو انا ليه اقرا اصلا؟ فده سؤال الحلقه يا صديقي. فاعمل لي لايك وسبسكرايب، محتوى فاجر والله. وبينا غالي نقول ليه لازم تكون بتقرا اصلا. اه اللي مش بتقرا انت، وحتى لو انت بتقرا فاتفرج برضو يعني، الحلقه هتعجبك يعني. المهم انت فعلا انت ليه تقرا اصلا وانت عندك كل المعلومات حواليك؟ عندك عمو جوجل، عندك ريلز على الفيسبوك بيقولك ان الزرافه بالزين مش بيبز واحد. ففعلا انت هتحتاج ايه تاني؟ فببساطه يا اخويا انت غلط. حبيت اليس لك بس في الاول. فبينا نقول ليه القرايه مهمه فعلا. اول حاجه، القرايه بتوسع مداركك، حاجه بديهيه. انت اكيد عارف ان القرايه هتوسع مداركك وتفهم حاجات اكتر وهتخليك مثقف. بس انت حل لسانك يا عم، ما عندي جوجل. اقول لك ده غلطك عزيزي حسن بولا. ليه بقى؟ لان الحاجه طول ما هي متوفره مش هتروح لها اصلا. يعني ايه؟ هقول لك، بص، عارف انت شغل العرض والطلب؟ دي حاجه في الاقتصاد يعني. ده بيشرح فشخ ان ليه الناس اللي بتقرا قلت، لان عرض المعلومات بقى اكتر من الطلب، فحصل زهد في المعلومه. خرب بيت جمدانك، ايه الكلام الكبير ده؟ المهم ان لما تفتكر ان المعلومات حواليك عمرك ما هتحصلها، فاقرا لا، خليك مثقف زي كده. تاني حاجة، بتقلل التوتر وبتخليك تركز. يعني ايه بقى الكلام الكبير ده؟ بص يا عمنا، انت اكيد لو انت من الناس اللي 24 ساعة على التيك توك او ريلز الفيسبوك، فانت لو بتدرس هتلاقي كل شوية بتحس بزهق كده، هوب تسيب المذاكرة تروح تمسك الموبايل تشغل ريلز وكده. عارف ده ليه بقى؟ عشان عقلك اتعود على عدم التركيز. طب والحل؟ شخت مني خلاص كده يعني، هقولك ببساطة، اقرا. هتقول لي يا عم بقول لك مش عارف اذاكر، تقول لي يا اقرا، انت عبيط. اولا خلي بالك من لسانك اصلا. عشان ناخد على بعض. تاني حاجة، اقرا روايات. من بتوع الروايات عليهم حاجات عايزين حلقة لوحديهم والله. المهم ان انت لازم تعالج عدم التركيز ده، وده الحل المثالي، اقرا روايات. الحلقة دي بتكلم جد ليه؟ انا عايز اهلس شوية. تالت حاجة، القراية من بره مملة ومن جوه مملة برضه. بص، المهم عارف الملل انت ها؟ اكيد الملل في الحياة كتير عادي. المهم ان القراية فعلا من بره تبان مملة، بس بجد انت لو شايف فعلا انها مملة انصحك انك تبدأ بالروايات. ليه بقى؟ لانها فعلا لو انت اول مرة بتقرا حتى كنت مثلا محو امية. المهم، انا دم تقيل. المهم ان حتى لو اول مرة ليك تقرا هتلاقيها فعلا ممتعة. بس والنبي اختار حد تقرا له كويس. تروحش تجيب رواية مثلا لكنز مدبولي والشغل ده تقول لي انا كرهت الرواية، ساعتها هقول لك معاك حق الحقيقة، مش هقدر الومك يعني. فابدأ بروايات عزيزي حزنبلة، إن القراية مملة في ذاتها. خامس حاجة، الناس هتتفشخر بيك. أنا عارف إن أنت دلوقتي لو أنت محب للقراية أوي هتقول لنفسك إزاي تقول كده؟ أنا بقرا لنفسي مش بقرا للناس. بعد كده الستارة تنزل بقى والجمهور يسقف ويقولوا لك شابوه يا ابني، برافو. بس تعالى نتكلم دقيقة سلكان كده. لما تكون بتقرا بتبقى وسط الناس المتميزة كده، فاهمني؟ اللي هو بس الولد ده بيقرا فاكيد راسي او عاقل، وده شيء غير صحيح نهائي، وانا مثال حي. فاقرا لاجل نفسك اكيد، وكده كده الشيء ده هيجي لوحده. سادس حاجه، بجد القرايه هتغير شخصيتك للاحسن. بص انا مش عارف ازاي، مش عارف الشيء اللي هقوله ده له اساس علمي ولا لا، بس صباح الفل يعني اساس علمي وبتاعي، احنا هنشعبول لي المواضيع. المهم يا صديقي ان فعلا ان القرايه هتغير لك شخصيتك عزيزي الغير قارئ او القارئ. فانت لو بتقرا انزل اكتب كومنت لاخوك اللي مش بيقرا، قول له ان فعلا حكايه القرايه دي بتغير حقيقي. المهم يا صديقي ان القرايه بتخليك ناضج كده، وانا مش بدعي ده على نفسي اني ناضج، صباح الفل. انا قناتي مسميها الخربوش يعني، ومسمي نفسي كده. بس بعيدا عن الهزار، بجد يا اخويا لو حاسس ان انت عايز تبقى احسن او عايز تتغير في شخصيتك وتبقى احسن، اقرا يا عزيزي المستمع، لأن القراية الشيء الوحيد اللي هيخليك فعلا أحسن ويخليك تنضج. رواية أنصحك تبدأ بيها. بص ابدأ بحاجات خفيفة عموما. بص اقرا أي حاجة بجد للعرب أحمد خالد توفيق. عندك مثلا ESB، يوتوبيا، المجموعات القصصية بقى بتاعته، رفقاء الليل، إلى أن أفهم. رواية مثلا زي أرض زيكولا، أنا عليا عليها شوية تعليقات بس يعني ماشي، هي حلوة كبداية. فأعتقد دول حلوين قوي تبدأ بيهم، وما تحاولش لو هتبدأ تقرا تروح تقرا مثلا دوستويفسكي
فلا استهدى بالله يعني. المهم يا عمنا، لو عايز حلقة ترشيحات قول لي في الكومنتات واعمل لي لايك لو الحلقة عجبتك. المهم بس كده انا خلصت. حلقة خفيفة في التخطيف ططي، هتفشخني في المونتاج بس عادي يعني، فيها ايه؟ مونتاج 6 ساعات. فكان معاك اخوك الخربوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.